سلام شلون معكم مهدي خبير العلاقات الأسرية. جيت نتكلم معكم شوية. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم جدا في الزواج اللي سميتو الذكاء العاطفي، وكيفاش يمكن يكون صانع الأمان يمنع الانفجارات العاطفية ويحافظ على التوازن مع العلاقة الزوجية. بزاف من الأزواج كيواجهوا صراعات بسبب تراكم مشاعر ما تعبرش عليها في الوقت المناسب. وها هنا يجي الدور ديال الذكاء العاطفي. شنو هو الذكاء العاطفي أصلا؟ الذكاء العاطفي هو القدرة على إدراك وفهم المشاعر ديالنا ومشاعر الشريك حتى هو، وتنظيمها بطريقة واعية. كيبان في بزاف ديال المهارات. في الوعي العاطفي نقدروا نعرف بالضبط شنو كنحس بيه وشنو نقدر نسميه داكشي اللي كنحس بيه. تنظيم الانفعالات اللي هي القدرة على التهدئة قبل الغضب ولا القلق ما يكبر. التعاطف يعني نقدر نحاول نشوف من منظور ديال الطرف الآخر، نحط راسي بلاصتو. التواصل الوجداني اللي هو كيمثل التعبير بصدق واحترام على شنو كنحسو به. علاش هاد الذكاء العاطفي اصلا مهم؟ في كثير من الازمات الزوجيه ما كتجيش من خلاف كبير واحد، بل من تراكم مشاعر صغيره ما تعبرناش عليها. الاستماع بعمق، الزوجين كيسمعوا بعضياتهم ماشي فقط بالكلام ولكن حتى بالمشاعر. نعبر بالانزعاج ديالي بلا ما نلقي التهم، بل بتفهم. بدل ما ندخلو في تبادل اللوم نركزو على ما نقدرو نصلحو فيه مع بعضياتنا حتى لو ضغوط الحياة كبيرة. الذكاء العاطفي كيعاون نحافظو على دفء العلاقة. دراسة من اسطنبول في تركيا وضحت أن هناك علاقة إيجابية قوية بين الذكاء العاطفي ورضا الزواج. بحث طويل شمل 159 زوج اللي هي 300 سنين. هاد الدراسة هادي في الآخر ديالها بينت أن الذكاء العاطفي كان مرتبط بالحياة الزوجية الأكثر استقرارا بغض النظر من المستوى الاقتصادي للشركاء اللي دارت عليهم الدراسة. دراسة تقريبا بحالها دارت في ماليزيا على 142 زوج وزوجة. صابوا أن الذكاء العاطفي كان مرتبط إيجابيا مع رضا العلاقة والرضا الزواجي عندهم. بحث عن دور الذكاء العاطفي كوسيط بين الصراع الزوجي وميل الخيانة. صابوا أن الذكاء العاطفي كيخفف من تأثير الخلافات. في عوض من الانفعال الفوري، الزوجين بذكاء عاطفي كيتوقفوا لحظة، يعترفوا بمشاعر ويحاولوا يتفهموا. فاش يكون عند كل واحد القدرة على التهدئة وتنظيم الانفعالات ديالو، الصراعات الصغيرة ما كتحولش لمواجهات كبيرة. بطبيعة الحال التعاطف كيجعل كل طرف يشعر بأن الآخر كيفهمو أكثر، وهذا كيزيد من الأمان العاطفي اللي كيحس به. التواصل الصادق بعبارات بحال أنا زعفان، كنخاف نكبروا الموضوع، بحال هاد الكلمات بحال هكا كيعاونوا على بناء جسر التفاهم بدل الجدار. فعوض ما نقلب وجهي فاش توقع شي حاجة غنطيح الطبلة باش نعبر ونشوف حتى الآخر كيفاش شافها من المنظور ديالو ونوصلوا شي حل وسط. أجيو دابا نربطوا هاد الأفكار. إلا مشينا نشوفو من منهج العلاج السياقي كيقولوا أن المشاعر ما كتجيش من فراغ. أي شعور عنده جذور تاريخية وشخصيته، بحال إلا الزوجة مقلقة من غياب الزوج، الذكاء العاطفي كيطلب من الزوج يعترف بهذا الغضب ويطمئنها وما يبرروش، غير بأنه مشعور وبأنه يوازن بين الالتزامات والعلاقة ديالو. هذا النوع من التفاعل كيبين الأعداد العاطفية وكيقوي الثقة بين الطرفين. خلاصة نقدروا نقولوا أن الذكاء العاطفي هو سبب الأمان في الزواج، ماشي حل سحري لإلغاء الخلافات، ولكن وسيلة لإدارة المشاعر بذكاء. التواصل بصدق والتعاطف بعمق كيحول الخلافات من نقطة انفجار إلى فرصة للفهم والنمو. خليونا نخدموا على تطوير هذا الجانب.